السلام عليكم، مرحبا بكم عاوتاني مع بلال في هذا الفيديو الجديد. فوالا نبدا معكم عاوتاني بحال ديما بالقضيه ديال الكارو. اليوم شحال دابا هادي في الساعه 6 وثلث. آم، كنت كارو واحد من اللي فقت دونك. فوالا هادي من ناحيه التنفس كنحس به مخير، زعما غادي القضيه يعني ترونكيل بخير، مزيان بخير. ما فرحت براسي، بديت كناكل اكثر. شفت هاد الشهيه. فوالا دونك الحمد لله لحد الساعه غادي ندير هادي من الناحيه ديال الكار. كنصحكم بزاف، عافاكم الدراري اللي بغى يقطع مزيان والله حتى صافو لابيل بخير. بزاف ديال الناس تيقول لك علاش حنايا تنهضروا علاش آه هادي كارثه طبيعيه كتوقع، يعني ماشي شي حاجه اللي نقدروا نتحكموا فيها. داكشي ديال الله ولا سميتو، راه الطبيعه والشتا كطيح فهمتي. وداكشي كيجي هكا الكوارث طبيعيه، راه تا امريكان كيجيوهم الكوارث، تا كندا كيجيوهم الكوارث وحتى هادي. المهم هادشي كامل متفقين عليه، ما كاين حتى شي مشكل. يعني الكوارث الطبيعيه كتغلب الانسان، هادشي متعارف عليه دوليا وكاين. غير هو كاين واحد التساؤل، هو المشكل اللي كاين. بحال اللي قلت لكم البارح، كاين المشكل ديال الوقايه. عشان كاين اليوم بغيت نطرح لكم عشان بزاف ديال المشاكل اللي خصنا نكونوا عارفينهم زعما اللي عنده شي اعتراض ولا شي حاجه يقولها لي، يقولها في كومونتير ولا شي حاجه. المشكل هو ان كتطرح واحد التساؤل، ان هذوك الناس اللي كيبنيو القنطرات، اللي كيبنيو الطرقات، اللي كيبنيو هذه، كنتسائلوا واش بصح ما قاريين شي حاجه سميتها تدابير الوقايه في البناء، وهذاك البناء اللي تيبقى عايش ما عرف شحال في الهندسه المعماريه وداك الشيء، ولا لا. يعني ملي كتسمع ان قنطره يلاه تبنات ورابت، كتسمع شي حاجه اللي تبنات من عهد الاستعمار، من عهد الاسبان ولا من عهد الفرنسيه، كتلقاها باقا كاينه. وقنطره اللي يلاه وصابتها وزاره التجهيز ولا صابتها الشركه بريفي ولا شي حاجه، كتسمعها صافي طارت ما بقاتش. كتولينا كنسمع دابا راه كاين مدن معزوله كاع بريا، مدن معزوله بريا زعما كاع الطرقات تقطعوا عليها من غير لي زوطوروت. هذا هو المشكل، المشكل فين كاين. اما الكوارث الطبيعيه كيجيو ميريكان كفايه الكوارث. كندا كيجيوهم الكوارث، كاع الدول في العالم كيجيوهم شي كوارث كيموتوا الالاف، وهذاك الشيء ديال الطبيعه وصعيب الانسان يتحكم فيه. متفقين، ما كاين حتى شي مشكل، مزيان. ولكن علاش ما يكونش البني بالقوام؟ علاش ما تكونش القضيه مزيان؟ ماشي مشكل ديال الامكانيات، ماشي مشكل ديال الفلوس، ماشي مشكل ديال حسن التدبير والكفاءات. اما الفلوس والامكانيات داكشي ما تنظرش ان هذاك هو المشكل، هو ديال الفلوس. المشكل كاين في حسن التدبير. حاجه اخرى، الحاجه الثانيه عاوتاني، النقطه الثانيه، الدوله كتجمع ضرائب. فوالا، الدوله كتجمع ضرائب، هي كتدخل مداخيل ديال الضرائب. شكون اللي كيخلص الضرائب؟ المواطن، يعني حنايا. هذوك الضرائب علاش الدوله ملي كتاخذ الضرائب ديالها خصها تتحمل المسؤوليه ديالها الاخلاقيه؟ شنو هي المسؤوليه الاخلاقيه؟ المسؤوليه الاخلاقيه هي ان هذوك الناس اللي كيكونوا بانين كيبنيو حدا شي واد، ولا بانين في شي جبال، ولا بانين في شي بلاصه، من مسؤوليه الدوله انها كتصيفط خبراء وكتنصحهم انه ما يبنيش تما، ولا كان شي بناء شويه تيمنعوه، وتيكونوا دي زيكسبير. وهذه راه كيخلصوا عليه الناس، زعما راه كاينين الناس خدامين في الدوله كيتخلصوا دي صالير على ود هادشي. زعما ما كنظنش ان كاع حنا متخلفين حتى لهاد هذه. فوالا، هذه من ناحيه علاش ما تيمشيوش عند الناس، علاش كيخليوهم يبنيو في شي مناطق اللي هي في شكل حتى كيطراو الكوارث. يعني عارف حنا البناء كاين بنا بالرشوه، دور مع المقدام، دور مع هذه، دور مع هذه. النقطه الثانيه عاوتاني، نيت في النقطه الثانيه، كتجي هيئه ديال الدوله بحال الارصاد الجويه، يعني هيئه ديال الدوله. زعما الدوله كتقول لينا راه جايه واحد العاصفه وراه غطيح واحد الشتا، وفي الجنوب غطيح 200 ملم ديال الشتا. هاد المعلومات تقالت نهار الاربعاء ولا ما عرفت نهار الثلاث. حنا شنو اليوم نهار السبت، تتقال اوفيسيال، يعني خارجه من الدوله، ماشي شي واحد جا وقالها ولا اخترعها ولا شي جريده الكترونيه قالت. لا، هذه ديال مديريه الارصاد الجويه قالت لك ان راه 200 ملم غطيح في الجنوب. الجنوب معروف فيه الانهار. علاش في هذيك اللحظه ما كتهبطش نيشان الوقايه المدنيه؟ خصها تهبط، تكون في التيران.
انا ما عرفتش، سمعت بان في اسفي كانوا بصح شي حوايج، كانوا شي تدابير ولا شي حوايج في بعض المناطق، ولكن راه ماشي زعما كلشي. ما كانش شي تدابير ديال بصح اللي الناس كيحسوا كاين شي، شوف في الزنقه كاين البومبيه، كاين هذيك كيوجدوا، ماشي حتى كتجي كتكون داير انت واجد، حتى لا طاحت شي حاجه كتلقى الاسعاف موجود. هذه من ناحيه. كنعرفوا بان البوليس في المغرب والجندارم تيكونوا بزاف في لوطوروط، في الطرقان، تيوكل الوقايه من حوادث السير، زعما كيحافظوا على المواطنين باش ما يديروش الكسايات، باش تسوق مزيان، يحداو معاك، توقع لك شي حاجه. وهذه البوليسيه كتلقى ديما في الطريق، زعما يدير الوقايه من حوادث السير. ولكن كنعرفوا بان تيدخلوا الفلوس من المخالفات، يعني حيت المخالفات ديال القانون السير كيدخلوا ملايير وملايير وملايير ديال الدراهم صندوق ديال الدوله. داكشي علاش كنلقاو بزاف ديال البوليس، بزاف ديال الجندارم، هي شي حاجه بسيطه تيدير لك مخالفه من هنا من هادشي لما ضروري التداول وداكشي، كيدير لك مخالفه باش كيدخل الميزانيه ديال الدوله. الناس دابا هاد اليامات مزيرين حيت باغيين يطلعوا يدخلوا الفلوس بزاف، دونك كيحضروا بزاف مع المخالفات، واخا تحت شعار وقايه من حوادث السير، واخا، ولكن الوقايه من الكوارث علاش ما فيهاش؟ علاش ما كاينش تدخلات؟ حيت ما كتخلصش على ضرائب، حيت داك اللي غتعتقو ما غاديش يخلص من بعد شي مخالفه ولا شي ضريبه. هادشي اللي بغينا نفهمو، زعما كاينه كيفاش شنو هي القيمه ديال المواطن، واش بفلوسو، واش ما عرفتش. حاجه اخرى، الناس اللي تيقول لك انا ما شغليش، انا موتو الناس يعني، ولا فلا هادشي كاين، هادشي موجود. هاد الدراري دابا في الانترنت دايرين لنا الصداع والمشاكل، وبنادم تيزيد فيه، وراه هادشي راه عادي، وراه المغرب هذا، وانت كاع مالك فارع راسك، علاش كاع راه المغرب هذا، هادشي راه موالفين، وراه من شحال هادي هو كاين، حنا عارفين هادشي، مالكم كتبقاو تزيدوا ديروا بحال ما نعرف شنو، ولا ما بحال هادشي ما عارفينوش، راه عارفين هادشي، راه ديما المغرب هو هكا. سيدي ما كاين حتى شي مشكل، من ديما المغرب هو هكا، ولكن اخاي اتفقوا على واحد القضيه. الدوله ماشي جمعيه خيريه، الدوله ماشي جمعيه، ما عندهاش ستاتيو ديال جمعيه. الدوله ليطا ماشي جمعيه، يعني ما كديرش فيك الخير. هذه باش نكونوا متفقين عليها، انك ملي كطالب بواحد الحق، ملي كطالب ان الدوله تحمل مسؤوليتها ولا توفر الوقايه، ولا ماشي كتهم هذا ضروره كتهم الدوله ولا شي، هي تطالب بحقك كمواطن انها خصها تعاون ياك. هذا ما كيعنيش ان كتطلب الصدقه ولا كتطلبها هي تعطيك شي حاجه ولا الله يخلف عليهم داروا، لا. راه اي حاجه كتشريها انت كمواطن، اي درهم كتخسر، راه الدوله رابحه معاك فيه واحد بضع سنتيمات. هادشي من غير لا شريتي بزاف، من غير لا كنتي كتخلص واللياغ والضريبه على الداخل والضريبه على هادي و20% ديال الضريبه اللي هي الطيفيه في المواد اللي كنستهلكوا وداكشي. كتشري غير الناس اللي تيكميو راه كتشري باكيه ماركيز، راه الدوله واخده معاك في ديك الباكيه 20% كتعطيها ليها انت. اي حاجه اي درهم كتخسر في النهار كيمشي كتخص عند فيه واحد البورسونتاج غادي للدوله، يعني انت كتعطيه للدوله ياك. يعني ان الدوله ملي كدير شي حاجه راه ما كتصدقش عليك، راه ما دايراش فيك خير. راه هادشي اللي خصنا نفهمو، راه هذاك الشيء راه ماشي خير، راه ما كطالب شي حاجه ديال بحال تيقول لك المغاربه تصرو ولا هادي، لا، راه حقك هذاك، حيت انت كتعطي الفلوس. الله يجعلك تكون شمور، شي شمور راه كيعطي الفلوس، شمور اللي هو عالي على دار، راه دارو ملي كيعطيوه هذيك 10 دراهم تيمشي يتقهوى بها، هذيك 10 دراهم ملي كيخلصها الشمور مول القهوه راه فيها واحد النسبه كتمشي للدوله. يعني ان الدوله كتدخل الفلوس، مع من كتدخل الفلوس؟ مع المواطن. يعني ما كانوش المواطنين الدوله ما غيكونوش عندها الفلوس. يعني ان راه ماشي الدوله راه ماشي جمعيه خيريه، راه ماشي غتصدق عليك، راه خاصها دير داكشي، كترجع لك حقك، هي خدامه ليك ماشي كتصدق عليك، راه هي خاصها ترجع لك هذاك الشيء. ملي كترجع لك على شكل خدمات. شنو هما هاد الخدمات؟ هاد الخدمات هما بحال هادشي، الوقايه، الاسعاف، الى خاصك الى في حاله الكوارث بحال هادشي، هذاك الشيء فين تيمشيو الضرائب، بلا ما نهضروا على التجهيزات وداك الشيء والبني وهادي.
في حاله وحيده اللي ما تقدرش تطالب الدوله ولا دير ولا دارت الدوله شي حاجه راه هي مهليه فيك، من غير اخويا الا كنتي ساكن في شي نظام باقي ما عارفينوش حنا ما كتخلص لا ضريبه ولا شي نظام شيوعي ولا شي حاجه زعما ما كاين لا ضريبه وهذه ديك الساعه بصح كتولي الدوله مسكينه راه غير دايره معاك جهده، ولكن انت ما حدك كتخلص ضرائب وكتخلص فلوسك تيتعطاو للدوله، راه بحال كتخلص واحد الشركه ولا واحد شي اونتربريز عطيها فلوس انت ما مستافد من حتى شي حاجه، يعني كتضيع، انت راك ضايع. وهادشي اللي خص الناس يهضروا عليه، يعني انك ملي كتهضر على حقك ولا ملي كطالب بشي حاجه راه عادي خلصتي عليها، هذا ما كان. يعني ما كاينش الواحد يصعب الامور ويقول لك هاد الناس مالهم تيهضروا هادشي واش راه من ديما كاين، راه من ديما كاين ولكن حيت ولفناه ولا كيجينا عادي بنادم ضايع عادي، راه ماشي عادي، راه ما خصها تكون هكاك، راك حاط فلوسك حاط رزقك ضريبتك هذيك، بحال جا عندك شي واحد بحال عطيتيه فلوس تعطي فلوس لشي واحد وهاني هاك خذ الفلوس هاني خذ راحتك تهلا خذ راحتك صافي. يعني الدوله في المحاسبه وداكشي تيعرفوا بان الشعب مسكين ما راه ساكت ما كاين والو ما غاديش يهضر ما غادي كيديروا اللي بغاو في دوك لي بيدجي ويبقاو يحطوا ويقادوا ويخربقوا ويزرمقوا صافي. وسير الاسعاف صيفطوا لهنا ديروا لهنا فدوا لهنا ديروا شي حاجه رمزيه شي حاجه هكا في التلفاز يبانوا بانهم راجعوا. قضيه عميقه على هادشي هذا. المهم حاجه اخرى باش نساليو هادشي فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. بالنسبه للمواعيد الثقافيه تغدا ونحاول نشوف لك كاينه شي حاجه ما غاديش بقيت باش نقول لكم شنو اللي كاين وتهلاو في راسكم. يلا الله يعاون.